يا مساء الخير عليكم جميعا. عامل ايه يا صديقي العزيز؟ يا رب تكون بخير وفي احسن حال. ما قبل مباراة الزمالك وبيراميدز في السوبر المصري بالامارات، المباراة خلاص على الابواب، ووصل الزمالك وبيراميدز الى الامارات، وطبعا المباراة التانية وصل الاهلي، واوريدي سيراميكا كانوا هناك عاملين فترة الاعداد هناك وموجودين. النهارده هنتكلم عن مباراة الزمالك وبيراميدز، وما قبل المباراة وما التشكيل الأنسب اللي هو أنا أكون بتمنى إنه يبدأ، وهو التشكيل المتوقع اللي ممكن جوزيه جوميز يروح ليه، وإزاي تقفل بحاجات بسيطة على بيراميدز وتقدر إن أنت تتغلب عليهم. المباراة يا صديقي العزيز لازم لعيبة الزمالك تبقى فاهمة ان هي مباراة صعبة ومش هتكون سهلة على الاطلاق. بيراميدز سكواد مرعب، في سكواد ممكن يعمل 4 فرق ولا 3 فرق، يعني من 3 ل4 فرق. بصراحة سكواد مش طبيعي عندهم، ولا 20 فالفريق كويس وسكواد عنده عمق رهيب، فالوضع مش زي ما الناس ممكن تكون متخيلة. هي الميزة الوحيدة بالنسبه لي ان الزمالك نفسيا كعبه عالي على بيراميدز، يعني انا ما افتكرش ان بيراميدز كسبنا غير مباراه واحده تقريبا. فنخش في المباراه على طول. المباراه لعيبه الزمالك لازم تاخد الموضوع بالجد، وننسى شويه بقى موضوع الاحتفالات كلعيبه. سيب الجمهور هو اللي بيحتفل براحته بموضوع السوبر الافريقي، سوبر القرن، والفوز على الغريم التقليدي النادي الاهلي. دي جزئيه تخص الجمهور يحتفل 100 سنه براحته. اللعيبه لازم تفصل وتركز قوي، والبطوله دي مهمه جدا جدا جدا. البطوله دي مهمه ليك جدا كزمالك، لان هتثبت فكره احقيتك واستحقاقك للفوز بالسوبر الافريقي. هتثبت اقدامك لبدايه الموسم، هتديك دفعه معنويه رهيبه جدا في بدايه الموسم، بالتحديد لما تتخطى بيراميدز والاهلي. لو كسب سيراميكا ولعبت الاهلي في النهائي وخدت من الاهلي البطوله دي، مسمار تقريبا في نعش الاهلي. البطولة دي بعيدا عن ان هي هتبقى بطولتين في اسبوع اسبوعين تقريبا، او مثلا بطولتين في وقت قصير، هي البطولة كمان هتفرق معنويا جدا معاك، وهتفرق معنويا وتوقع الاهلي معنويا بشكل كبير لو الاهلي صعد وانت لعبت الاهلي، لو كسبنا ان شاء الله. فلازم اللعيبة تبقى فاهمة الكلام ده كويس قوي. الماتش لازم بداية الأول بيراميدز نركز وناخد الموضوع بجدية وبتركيز وبحماس، لأن الموضوع ما فيهوش هزار، مش هنقبل غير بالبطولة. الزمالك يلعب بيراميدز بالنسبة لي في التشكيل اللي هو أتمناه إن جوزيه جوميز يلعب بيه، ومعضلة غياب نبيل عماد دونجا. انا ما اعرفش الزمالك لحد الان ما تعاقدش مع لعيب مركز 6 بديل لدونجا، مش فاهم ليه، لان فعلا اللي موجودين مش نفس كفاءة دونجا خالص، سواء زياد كمال او شحاتة اللي هو مش مركز 6. شحاتة بيلعب 8 قدام شوية، مش 6 بالظبط. فلما شحاتة يلعب 6 طبعا مش هيكون بنفس كفاءة دونجا. وشحاتة عنده اندفاعات رهيبة، بيجري دايما كتير لبره والقدام، فهو مش ستايل لعيب 6 خالص شحاتة. فكان لازم الزمالك يجيب لعيب 6. فهنتكلم النهارده عن معضلة غياب نبيل عماد دونجا. من وجهة نظري واللي انا بتمناه ان الزمالك يلعب بعواد شمال، يلعب بنتايج، المسلوسي وحسام وعمر جابر في القلب، عشان اعوض غياب دونجا. من وجهة نظري ان يلعب بالاثنين، يلعب بشحاتة ويلعب بزياد كمال. ليه؟ عشان يعني يلموا بعض ومغطيين بعض، ويقدروا ان هم يسيطروا على فكرة نص الملعب، لان انا ما اثقش في واحد فيهم لوحده، هتكون صعبة جدا. مفيش واحد فيهم يقدر بالنسبة لي فنيا يشيل نص الملعب لوحده، الموضوع هيكون عليه ريسك رهيب لو واحد فيهم لعب لوحده. انا عارف ان هو بيلعب بجنبه عبد الله، بس برضه عبد الله بالنسبه لنا احنا عارفين ان هو بيعمل ده كله عشان دونجا واقف
مالي مكان لوحده، يعني دونجا عنده الامكانيه انه يشيل الجزء ده لوحده والخط النص كامل لوحده. عبد الله هنا بيقدر يساعده كويس. فعبد الله مع زياد الاثنين دفاعيا مش حلوين، عبد الله مع شحاته برضو الاثنين مش دفاعيا مش حلوين. انما لما العب بشحاته وزياد ممكن يشيلوا بعض شويه، دي وجهه نظري. فيلعب بشحاته وزياد قدامهم عبد الله السعيد. وهنا بقى النقطه اللي انا حابب ان هو يعملها ليه، قلت الاثنين دول وهتقول لي طب وناصر. انا بقى بالنسبه لي يحط ناصر جناح يمين، ويبدا ناصر يخش العمق مع عبد الله ويفضي الخط لبنتايج اللي عنده سرعات رهيبه، ويمين زيزو والمهاجم سيف الجزيري. ده اتمنى التشكيل ده هيفرق معاك في حاجات كتير جدا. عبد الله دفاعيا بينزل كتير وما شاء الله بيجري كتير، وعبد الله خبرات وكل حاجه في الدنيا. عبد الله دماغه جميله جدا ومدير للفريق. فهنا عبد الله يقدر في حاله الدفاع هينزل شويه في القلب او شمال او يمين مع زياد ودونجا، هيبدا يقفل معاك دفاعيا كويس. عبد الله في الموضوع الاستحواذ مع ناصر لما يخش في العمق هيبدا يساعدك في الاستحواذ قدام، ويربط وياخد من ناصر، ياخد من شحاته وزياد وشحاته كورتهم كويسه. فالموضوع هيبقى فكره ان انت يعتبر اعتبر الاربعه بتتعبهم كده، اتنين قصاد اتنين وقدامهم اتنين، هيفرقوا معاك في موضوع الاستحواذ. وجوزيه بيحب قوي النقطه دي، فانا شايفها ان ده انسب حل ليك بناء على تفكير جوميز. مع اني يعني ما توقعش ان جوزيه يعمل كده، جوزيه جوميز. فده بالنسبه لي التشكيل اللي بتمناه انه يبدا، وشايف انه هيديك حلول كتير. طيب جوزيه جوميز ممكن يروح لايه؟ هو هيروح لحاجه من الحاجات اللي هقول لك عليها، ده المتوقع، ويا رب يعمل اللي انا بتمناه، لان انا بقول لك لو ده حصل هيفرق مع الزمالك جدا في الماتش. المتوقع ايه؟ المتوقع ان هو نفس الناس يعني كلهم، هي الاختلاف زي ما قلنا المعضله بتاعت غياب نبيل عماد دونجا. في كلام بيقول يلعب بزياد لوحده وجنبه عبد الله وناصر وشلبي وزيزو، او بنتاي او كونراد مشلاك وزيزو. مش الفكره مشلاك وشلبي مش ازمه، اللي هيلعب فيهم عادي. الفكره في ان ناصر يلعب 10 وعبد الله ينزل تحت مع زياد. وفي كلام بيتقال من داخل النادي ان يلعب بشحاته وعبد الله ومصطفى وناصر. في كلام بقى بعيد خالص جدا، وبالنسبه لي تبقى مفاجاه القرن ومفاجاه السنين والدنيا كلها ومفاجات الكوكب كله. جيفرسون المساك اللي هو تحت السن، جيفرسون كوستا تقريبا، اللي هو اللاعب تحت السن الغيني، اللي هو من غينيا بيساو. ده مدافع تحت السن. في كلام طالع انه ممكن يلعب 6. مش عارف، شايف ان هو ريسك رهيب وممكن تخسر اللعيب خالص. لو هو كويس وممكن يجي منه ممكن تخسر. فانا مش عارف بصراحه الموضوع، هل جوزيه جوميز هيروح للجزئيه دي؟ مش عارف، محتار جدا في قصه ان جوزيه جوميز يروح ما بين الثلاثه اللي يلعب 6 واحد فيهم، زياد شحاته جيفرسون. اتمنى انه ما يروحش لحاجه من دول بالتحديد. جيفرسون خلاص خدت قرار هتلعب واحد فيهم، روح لشحاته بقى واديله تعليمات يقف. شحاته مالكش دعوه بالاندفاعات، ما تلاقيش الكره وتجري وراها. هو شحاته طبيعته كده بيجري كتير قوي، عايز يطلع ويغطي ويقفل ده شحاته. انت بقى تديله تعليمات شحاته انت هتفضل واقف ما تتحركش. وشحاته يقدر لو انت اديته تعليمات يعني حجمته من الجري كتير يقدر يغطي المركز، لانه عنده باور كتير. شحاته بيقطع كويس، بيجري كويس كتير، فهيفيدك في النقطه دي لو قدرت تحجمه. فخلينا نشوف بالنسبه للبيراميدز. بيراميدز في الغالب يا صديقي العزيز هيروح لنقطه انه يلعب بالناس اللي احنا تقريبا عارفينهم. هيلعب بالشناوي، وخد بالك في شويه حاجات لازم برضو جوزيه جوميز يخلي باله منها. هيلعب بالشناوي، هيلعب بمحمود مرعي واحمد سامي ده بنسبه كبيره، وشيبي وحمدي.
هيلعب في النص ب2 1-6 مهند لاشين، 8 بلاتي توريه. هو كان في الغالب بيلعب بال3 في حاله وليد الكارتي، بس الكارتي مصاب، فانا بقول لك هو في الغالب هيلعب بالاثنين دول، مهند لاشين وبلاتي توريه اللي هو 8 وبيزيد شويه. هيلعب 10 رمضان صبحي. هيلعب شمال ابراهيم عادل، وما ادراك ابراهيم عادل ولاعيب كبير واحنا عارفين لازم نخلي بالنا منه، وعمر جابر يركز معاه. شمال مصطفى فتحي، ولازم بنتايج يركز معاه. وفي الهجوم السفاح، لعيب بصراحه جامد جدا، فيستون مايلي. وهنا هتبقى دور كبير على حسام عبد المجيد، يبقى معاه ظهره دايما زي ما عمل مع وسام ابو علي. ده تشكيل بيراميدز. بيراميدز باختصار تركاته بسيطه جدا، ولازم جوزيه جوميز ياخد باله منها، لان هو بيعمل كتير من الافكار اللي جوزيه جوميز بيعملها. جوزيه جوميز لو تفتكر قلنا بيدخل من الباك الشمال مثلا، يبدا يخش للعمق، هو بيعملها من خلال بين الشيبي بتلاقيه دايما في الغالب ممكن يخش للعمق، ولو مصطفى فتحي اللي دخل للعمق الشيبي بياخد الخط. هي شبهها بالظبط اللي احنا بنعملها، فكره ان لو بنتاج خد الخط فشلبي بيخش جوه، او ناصر ماهر السوالي بيلعب جناح، ولو شلبي واخد الخط فبنتاج بيبدا يخش للعمق، هي نفس الفكره. حمدي الباك شمال على طول بقى واخد الخط، فلازم يخلي باله من الحاجات دي. هنقفل ازاي التريكات دي، لان هو هيلعبك تقريبا بنفس اسلوبك. فهنا جوزيه جوميز لازم يذاكر كويس قوي التحركات دي. بيراميدز بيطلع بالكوره حلوه قوي على الاثنين اللي في النص، مهند لاشين وبلاتي توريه، الاثنين كويسين في الخروج بالكوره. فبرضه هتعمل ايه انت كتفكير؟ هل هتضغط عليهم بناصر وعبد الله؟ هتعمل ايه؟ ولا هتنزل الجزيري؟ ولا هتدخل زيزو العمق يضغط عليهم؟ فهنا بقى الفكره. محمود مرعي خروجه بالكرة هايل جدا، الكرة في رجله حلوه جدا. محمود مرعي لعيب حريف على فكره، فبرضه هتعمل معاه ايه؟ اسئله كتير قوي بتطرح من بيراميدز، جوزيه جوميز هيتعامل معاها ازاي؟ خلينا نشوف. وده كان تقريبا الحاجات البسيطه اللي نتكلم فيها في التريكات اللي نقدر نقفل بيه على بيراميدز، او ايه اللي بيراميدز ممكن بيعملوا، الحاجات الخطوط العريضه والتشكيل المتوقع ليهم، والتشكيل اللي انا بتمناه يلعب بيه جوزيه جوميز، والتشكيل المتوقع اللي ممكن يروح ليه جوزيه جوميز. فخلينا نشوف، وبالتوفيق لفريقنا الزمالك ان شاء الله، ونوصل للنهائي، ولكل حديث ساعتها، وان شاء الله بالتوفيق للفريق، ونحقق البطولة الثانية على التوالي في مدة قصيرة جدا، هتفرق معانا جدا ان شاء الله. سلام، ونتقابل دايما على خير.